السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع غايه وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه تاع شاميه ولا قلب اللوز على الطريقه تاعي. عندي شحال من طريقه، هاد الطريقه تاني ناجحه وتخرج لكم نتيجه بزاف شابه. هنا عندي كيلو تاع السكر، كيلو تاع السميد، هذاك الخاشن تاع قلب اللوز ولا تاع الشاميه. درت له رشه تاع الملح ودرت له 750 غرام تاع السكر. حكوهم مليح بيديكم حتى تحسوا هذوك الحبيبات تاع السكر بداو يذوبوا. من بعد زدت فنجال تاع سمن ذايب، ذوبوا السمن وعبروا فنجال ولا كاس تاع اتاي وزدتها عليه، ونبقى هكا نحك فيه بين يديا. هنا لا كان عندكم بيسرا ولا تقدروا ديروها فيه. انا هنايا فضلت نستعمل يديا خاطش هذاك الاحتكاك غادي يذوب لكم هذاك السكر. هنايا غادي عندي كاس مخلط ماء وماء زهر، غادي نبدا نزيد فيه بالتدريج. وهنا كما راكم تشوفوا الطريقه راني نستعمل فقط اطراف تاع الاصابع تاوعي. ما تستعملوش كاع يدكم، ما تعجنوهاش باش ما توليلكمش كيما الخبز. هنا جيست غير بالاطراف تاع الاصابع، ولا تنجموا تستعملوا فوي. هنايا درت كاس كما قلت لكم مخلط ماء وماء زهر، غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح، على الاقل تخلوها ترتاح نص ساعه حتى ساعه. هنا بالنسبه للشربات عندي زوج كيسان ونص حتى 3 كيسان تاع سكر. سا ديبون نتوما حسب البلا تاعكم ولا حسب النوعيه تاع السميد. نديرهم هكا فوق النار ونبقى نذوب فيهم حتى نتحصلوا على كراميل كما راكم تشوفوا. هنا باينه كل كاس تاع سكر يقابلوه زوج كيسان تاع الماء. نضيف هنايا الماء من الاحسن يكون مغلي باش ما يصراش هذاك الشوك مع الكراميل والماء بارد. وكاع هكا غادي ديروا الماء حامي ويتحجر لكم شويه. بصح كي تبدا تغلي هذيك الشربات تاعكم من بعدها غادي تذوب هذيك الكتله تاع السكر. هنايا خلوها على نار متوسطه. هنا كي تبداو تزيدوا في الماء نقصوا النار وبعدوا يديكم باش ما تحرقكمش هذيك لا فابور تاع الشربات. غادي كما راكم تشوفوا نخلطها كيما هاك. وهنايا علاه درته كراميل، ذوبت السكر هو الاول، خاطر الشربات كي تخدموها هكا بالكراميل هي اللي غادي تعطيكم هذاك اللون تاع الشاميه اللي نشروها من برا. شتو تحسوها لداخل طايبه مليح، مي هي لا، السرتاحه كاع راه في الشربات. وفي الاخير بعد ما تغلي نحسب لها ربع ساعه ونزيد لها فنجان معمر تاع ما زهر. هنايا عندي الكاس زاوج مخلط ماء وما زهر كيما راكم تشوفوا. نبدا نضيف فيه بالتدريج كيما راكم تشوفوا، ونحرك فقط بالاطراف تاع الاصابع باش ما تتعجنش. هنايا كيما قلت لكم على حساب النوعيه تاع السميد تاعكم. نتوما ديروا الماء غير بشويه وبداو تخلطوا. كي تسيو هكا بيديكم وتتشكل لكم كره ثم صاي حبسوا الماء. كيما راكم تشوفوا انا هنا كان خاصها شويه تاع الماء، كي زدتها شويه تاع الماء وعاود سيت بنفس الطريقه هذيك الكره تشكلت لي كره. هنايا غادي نحبس نخليه بجهه ونروح للبلا تاعي. ندهنه بشويه تاع السمن يكون دايب. من الاحسن هنا كاع في الوصفه تستعملوا السمن. ندهنه كما راكم تشوفوا من كاع الجوانب. غادي نحط هذيك الشاميه تاعي كما راكم تشوفوا، نوزعها غير هكا بيديا، فركتوها غير هكا بيديكم. سيو كيفاش ما تعجنوهاش ولا ما تكرازوهاش بيديكم. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نبدا نوزع فيها بالتساوي على كاع البلا تاعي. هنايا بعد ما وزعتها بالتساوي كما شفتوا، هنا بقى لي شويه تاع الماء مخلط مع الماء زهر، بقى لي قيس ربع كاس. المهم هنا دات لي كاس والكاس الزوج دات لي كاس غير ربع. نبدا المغرف تاعي نغطسها في هذاك الماء وما زهر، وبالسطح تاعها غير هكا من الفوق نمسح، ما تزيروش عليها باش من بعد كي تشربوها ما تطرطق لكمش، ما تطلع لكمش هكا وتتشقق. هنايا نقطعها غير من الفوق، ما نوصلش الخدمي تاعي ولا سكين حتى لتحت. عندي شويه تاع سمن دايب ندهنها من الفوق، وندير هنايا الحبه تاع اللوز تاعي ولا تاع الكاوكاو. انتوما واش عندكم، ندخلها فرن مسخن 180 درجه، نشعل عليها من التحت. كي نشوف الاطراف تاعها احمر ومليح نشعل عليها من الفوق. وهنايا دو بريفيرونس كي تخرجوها وهي حاميه، الشربة تاعكم تكون بارده مليح، نبدا هكا نسقي فيها
باش تتشرب لكم مليح. هنا للامانه هاد الوصفه كنت مصورتها بالك من العام اللي فات، بصح ما كتبش ربي باش نحطها معاكم. هنايا كنت مصورتها بالتليفون تاعي قديم، كاليتي تاعها راها شويه ناقصه ماهيش باينه مليح. مي الاهم كاع راه في الوصفه ولا في الطريقه تاع التحضير تاعها، غادي تجيكم كيما تاع برا في كل شيء، في البنه، في لاكولار، في كل شيء. هنايا نديرها كشقوق باش تدخلها هذيك الشربات. مور ما نشربها غادي ندير كاع هذيك الكميه غير بشويه، ندخلها الفرن يكون عاد حامي ونطفي عليه. خليها واحد 3 دقائق حتى ل5 دقائق ونجبدها، نغطيها وخلوها تبرد من 4 ساعات والفوق باش تنجموا تاكلوها. هنا غادي نقسم لكم وحده غادي تشوفوها كيفاه جات. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش تدعموني وتبارطاجوا لا فيديو وتخلوا لي جام لا عجبتكم لا غوسات، وديروا لي تعليق يا لو كان بنقطة.